فكره الشرطه دايما في دماغنا احنا هي الكليه الوحيده اللي بتلاقي الناس بتموت بعض على تدخل. بس عشان نعرف نفسنا للناس، انا كنت ضابط شرطه نائب مأمور حتى قبل ما اقدم استقالتي، بس انا جيت وقفت مع نفسي قلت انت عايز ايه من الشغلانه يا رب؟ على اللونج تيرم مش على الشورت تيرم، حياتك كمان 5 سنين 10 سنين. وبعمل MBA من جامعه سليسكا دلوقتي، بدي سيشنز في الكونسيومر بيهيفير كاستمر سيرفيس TOT، وبرضه محاضر في الشركه عندي دلوقتي. انا شغال مدير فرع لشركه كونتاكت فاينانشال هولدنج بقالي 5 سنين في الشركه. هل القرار كان صح؟ هل انت سعيد بده؟ من وجهه نظري كرامي المهم ان انا لقيت نفسي برضه عالم الداخليه كان ليه دور فعال ومؤثر جدا 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 في شخصيتي، وده خلاني نوعا ما عارف اختار قرارات صح، اتكلم مع ناس صح، اقرا الناس كويس جدا صح ازاي. فلا كان ليها دور كبير جدا 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 في شخصيتي، انا مدير ليها بكتير جدا يعني. انا بس عايز اسالك سؤالين. انت راضي بنسبه كبيره جدا عن تجربه صلاح في ال 35 سنه بالفشل اللي حصل فيها، بالنجاح اللي حصل فيها؟ كان نفسي بس يبقى بيدو عمر يبقوا معايا على طول يعني. بس هذا اللي فارق معاك انت كصلاح جدا. دي البريك بوينت بتاعتي يعني، دي اكتر حاجه مؤلمه بالنسبه لي يعني. كان نفسي ابقى جزء من اساسي، جزء من ذكرياتهم يعني. انا بيبقى في نص الاسبوع الموضوع بالنسبه لي انت مش متخيل، عايز اعرف هو بيعمل ايه دلوقتي. ربنا اللي عالم، ما فيش حاجه بخلت بيها سواء تفكير او مجهود او اكتر من كده، ان انا نفسي ان انتوا لما تكبروا تبقوا شخصيات سويه وشخصيات جميله، ونفسي ان انا اعلمكم كل حاجه حلوه اتعلمتها. وجزء كبير من اللي انا بعمله دلوقتي عشان اديلكم 1000 سبب وسبب ان انتوا تبقوا فخورين ببابا لما تكبروا. اهلا بيكم، ومعانا النهارده ضيف متميز جدا 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 في حلقتنا النهارده، وهو نموذج عنيف للكارير شيفت. اهلا بيك يا رامي. اهلا بك يا بصوص. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشني والله. اخبارك والله وانت كمان يا حبيبي. ما شفتكش من بقالي يومين. رامي ياسين. تحب بقى اعرفك بأني تعريف؟ اي تعريف انت عايزه انا معاك فيه، ايا كان هو ايه. بص يا القصه بتاعتك بالذات غريبه انا بالنسبه لي. لان انا اعرف مثلا ايه ممكن يكون مهندس مثلا، تمام، وحب المجال الرياضي وبدا ان هو ساب الهندسه وبدا يدخل في المجال مثلا، فاهم؟ حد مثلا من المجال الطبي يعمل نفس الموضوع. انما فكره الشرطه دايما في دماغنا احنا بالذات هي الكليه الوحيده اللي بتلاقي الناس تتهافت عليه. لا وبالواسطه وكلم لنا ده وكلم لنا ده وعايزين وندفع لده ونعمل مش عارف ايه، والناس تكاد تكون يعني ايه حرب. بتموت بعض علشان تدخل قصه الشرطه يعني، فاهم ازاي؟ أيوه. لا وبعدين انت مثلا مش يعني ما حصلكش مثلا مشكله، انت فاهم؟ لا وكملت وكنت ماشي بشكل كويس في شغلك، ولا وكورسات ومش عارف دبلومات وبتاع، وعند سن 30 بعد الترقية تعمل حاجة زي دي. انا مش فاهمها يعني. بص هي بس عشان نعرف نفسنا للناس، انا كنت ضابط شرطة. خرجت وانا رائد، مش علشان بس عشان الناس تفهم في الاول، بس ان مش علشان انا عملت كده فهو ده الصح او ده الغلط. عامه هو كل واحد وليه اختياراته. فممكن رامي ياسين يكون صح في اختياره للكارير شيفتنج، وممكن يكون غلط من وجهة نظر حد تاني. فهي على حسب انت عايز تعمل ايه في حياتك. في ناس بتبقى عايزه الكومفورت زون وتلجايه ما تخرجش بره الفريزر بتاعها، وهي مستكينه ومستمتعه بالوضع اللي هي فيه ايا كان هو الوضع فيه ايه، تمام. وفي اللي هو عايز اصلا داخل وحابب وناجح وكل حاجه وعايز يكمل في المجال ومفيش مشاكل، مش بلوم عليه يعني. لكن انا جيت وقفت مع نفسي كده قبل ما اقدم استقالتي ب3 سنين، قلت رامي انت عايز ايه من الشغلانه؟ احنا هنعرف بعض من زمان، وانت عارف الحمد لله رب ان الواحد كان كويس في المجال وكده، وكنت ماشي بشكل كويس جدا يعني. حتى اترقيت كنت نائب مأمور حتى قبل ما اقدم استقالتي. بس انا جيت وقفت مع نفسي قلت انت عايز ايه من الشغلانه يا رامي؟ على اللونج تيرم مش على الشورت تيرم. لانك انت دايما لو بصيت تحت رجليك هتبقى مستمتع باللحظه اللي انت فيها ومستكين والدنيا تمام ومش عايز تغير اي حاجه من الحاجات اللي انت عايز تغير فيها. لكن لما تيجي تبص على اللونج تيرم وتيجي تبص على قدام حياتك كمان 5 سنين 10 سنين وانت بتعمل بلان لونج تيرم لنفسك، بتقول لا انا مش عايز اعمل كده او عايز اعمل كده. فهي الفكره كلها في الامبيشن والبيشن اللي عندك، الطموح والشغف. هل المهنه اللي انت فيها هتحقق لك طموحك اللي انت عايزه ولا لا هيبقى في تعارض؟ انا يعني علشان بس نكون منصفين، انا كنت بحب المهنه جدا، مش ما بحبهاش، بالعكس انا كنت بحبها جدا. وياما دفعت واستمدت وانت فاهم، دخلنا في الحروب كتير. بس الفكره في قصه زي ما انا قلت هي وظيفه حكوميه، فانت عايز ايه من حياتك المهنيه؟ شايف ان انت تعرف تحقق اللي انت عايزه ولا لا؟ تكمل دراساتك اللي انت عايز تعملها ولا لا؟
تاخد دبلومات اكتر ولا لا، لان دايما انت عارف حياه الشرطه ضغط طول الوقت، وانت مش ملك نفسك، وفي الشارع اغلب الوقت وفي الشغل اغلب الوقت، فما بيبقاش في وقت لنفسك اصلا، مش هيبقى في وقت حياه اجتماعيه، لا ما بيبقاش في وقت لنفسك انت اصلا. فانا جيت وقفت مع نفسي بامانه يعني، وبصيت على حياتي كمان 5 سنين و10 سنين، قلت لا انا مش عايز اكمل بالطريقه دي، فخدتها وان شوت. لان خلي بالك القرار لو انت فكرت فيه مرتين مش هتاخده. فهو القرار طالما انت عقدت النية وعزمت واستخرت ربنا واستشرته في انك هتاخد القرار ده، خده مرة واحدة وما تفكرش فيه. لو فكرت في الامر مرتين مش هتاخده. خلي بالك انا واخد الموضوع يعني، انا خدت قرار الاستقالة ورحت نفذته من ورا اهلي وحطيتهم قدام الامر الواقع. طبعا انت فاهم الاهل برضو قصة انك في مكان وبرستيج وسلطة وعلاقات وعلاقات والكلام ده كله، وبعدين حاجه امان يعني سيفتي بالظبط حاجه كده امان وستيبل، وفي مجتمع زي مجتمع المصري دي حاجه زي ما بيقولوا كده بالبلدي امله. فانت اكيد مجنون يعني. انا لا هي بصراحه يعني البدله دي بدله الشرطه او الجيش من واحنا صغيرين كلنا، اسال اي طفل صغير ليهم باركهم نفسك في ايه، انا عايز ابقى ظابط. ده حقيقي، انت فاهم ازاي؟ لانها المهنه الوحيده اللي فيها تجسيد من وانت صغير للخير المطلق. ايوه هو الضابط او بتاع الجيش هو اللي بيحارب الاشرار وبيجيب حقوق الناس فمن صغرك انت بتبقى انا حتى لبس الضابط لبس الجيش، فهي حاجه تهز انك انت تبقى في ده وعامل فيه شغل كويس وعامل علاقات كويسه وناجح في شغلك وبتترقى، ده حقيقي تمشي يعني. ما هو زي ما بقول لك كده، هي قصه الطموح. هي يعني انا مش بقول ان ده صح، بس صح من وجهه نظري انا كرامي ياسين يعني. صح من وجهه نظر انا اللي انا عملته ده، انا شايف ان انا لو عاد بيا الزمن هعمله مره واثنين وثلاثه واربعه، لان كان لازم اخد الخطوه دي. لو كنت قعدت اكتر من كده مش هاخدها، وطالما زي ما بقول لك انا خدت القرار هاخده للاخر، ومتحمل نتيجه قراري لابعد حد. انا اهلي ما يعرفوش ان انا قدمت سالتي غير بعدها ب7 8 شهور بالصدفه البحته، مش مني يعني، ربنا يسامحه بقى. بس بغض النظر، هو انا خدت القرار وتوكلت على الله. وخلي بالك ده بيحط عليك ضغط ابن نزينه. ليه؟ انت اولا انت عندك الصراعات النفسيه الداخليه بتاعت انت ازاي يا رامي تعمل كده وبتعمل ايه وانت في كارير مستقر، وما تعملش كده وخلي بالك. طب ما انت ممكن الحاجه اللي انت تطلع عليها بره ما تبقاش مستقره، ما انت ممكن كمان سنه ولا سنتين يحصل حاجه يحصل دروب، تبقى تعمل ايه؟ فكان في صراعات نفسيه، وفي نفس الوقت في صراعات او حمل او مسؤوليه اكبر بكتير، قصه انك عايز تثبت انك كنت صح، ان ده كله صح، ان انت لا بتنجح اهو، وكمان بريقك بيزيد اكتر وبتاخد حاجات اكتر وبتشتغل على نفسك اكتر، فعايز تثبت لنفسك قبل ما تثبت للي حواليك ان قرارك كان صح. وانس ان انت وصلت للمرحله دي خلاص الموضوع ما بقاش فيه قصه الصراعات بتاعت انت ازاي خدت الخطوه او بتفكر ترجع تاني او ما بترجعش او الكلام ده كله. بس عشان نكون منصفين، بس برضو قرار تاني الكارير شيفتنج ممكن هو صح وغلط نسبيه يعني، الصح والغلط فيه نسبي. ممكن تاني يكون صح بوجهه نظري وممكن يكون غلط من وجهه نظر تاني، وحد يجي يستشارني في الكارير شيفتنج بالنسبه لشغلانه هو بيشتغلها ممكن اقول له لا ما تعملهاش. فاهمك. مش معنى ان انا عملت كده يبقى هو ده الصح المطلق، بس لا انا صح بالنسبه لي انا ومن وجهه نظر انا يعني. هو انا وجهه نظري في الموضوع ده عموما لما حد بيجي يكلمني دايما بتلاقي فيه تون على السوشيال ميديا بتتكلم في اتجاه ان انت الوظيفه دي عبوديه، لازم تعمل شغلك الحر، لازم مش عارف ايه، لازم الكلام ده كله. ناس كتير بتبقى معتقده ان انا طالما عندي اكتر من بيزنس وطول عمري في العمل الحر وفي الشارع وبعمل مشاريع وبعمل تبقى معتقده ان دي نفس دماغي. لكن انا شايف ان الاصل في الموضوع مش ان انت يبقى عندك مشروع، الاصل في الموضوع ان انت تكون سعيد. خلي بالك هي في هي في يعني مبدئيا تعقيبا على كلامك بس قصه السعاده ديت ده لازم تعمل حاجه انت بتحبها. لازم تعمل حاجه انت بتحبها. في الازمه اللي احنا فيها ممكن ما يبقاش ده تلاقيه دلوقتي، بس انت لازم تعمله في وقت او في اخر يعني. ممكن يكون الضغط الحياه والحياه الاقتصاديه الكلام ده كله مش مناسب ليك ان انت تعمل الحاجه اللي انت بتحبها، بس يعني اعمل الحاجه اللي انت بتحبها بعد في وقت او اي وقت عامه يعني. قصه اللي انت بتتكلم فيها ان قصه الموظفين وكله عايز يشتغل، ما هو لو كلنا عملنا يا جماعه اون بزنس وبقينا عندنا مشاريع وعملنا كارير شيفتنج والكلام ده كله، مين اللي هيشتغل؟ مش كده يا رامي. هي الفكره في ايه؟ الفكره ان قصه ان انت تبقى رائد اعمال او ان انت تبقى راجل صاحب بيزنس او قائد او عندك مهارات قياديه او الكلام ده كله مش كلنا اتخلقنا بحاجه زي كده. مش هفرق لكل الناس طبعا، مش حاجه عاديه وما تعبكش لو مش عندك. لا خالص. في ناس يعني ممكن واحد يبقى ليدر
بس كتكنيكال ما يعرفش يشتغل تكنيكال، ما ده يعرفش حقيقي. يعمل حاجه، ما عندوش طاقه ان هو ده حقيقي. يقعد يطلع شغل. يعني لو خدت حد مثلا عنده المهارات القياديه دي وطلبت منه ان هو يخلص تاسك معينه ما يعرفش يعملها، ده حقيقي. ما يعرفش. والله. وتلاقي واحد تاني هو عبقري في ان هو يديك انتاج ويديك شغل ويعمل شغل في منتهى الدقه، لكن مهارات التواصل وان هو يتعامل مع تيم ويحركهم، وبعدين مش بقى عنده. الالعاب النفسيه في ان هو ده بيطلع بيقول كلام غير اللي المفروض يقوله، حاجات زي يقعد يهندل دول، مش عنده. قصه البالانس ما بين الموظفين، زي مثلا انت تكون اب وعندك 4-5 عيال، فكل واحد فيهم بشخصيه مختلفه وباتيتيود مختلف وبنفسيه مختلفه. بالظبط. فانت كأب هتعرف توازن بينهم ازاي. نفس القصه بتاع الليدرشيب او الليدر عامه، هي ممكن يكون عندي مش عند حد تاني، وممكن لحد التاني ده يكون عنده حاجه مش عندي انا كرامي. يعني ممكن فعلا موظف زي انت بتقول يعمل داتا اناليسز محترمه جدا جدا جدا، انا كمدير ما اعرفش اعمل. بالظبط. هي كل واحد اتخلق لحاجه معينه هو بيعرف يعملها يعني. بس وهو يبقى ناجح في الحته اللي هو شاطر فيها. بالظبط. فانا بس فكره ان تصدير فكره انك انت موظف ده عيب، ده انا بشوفه بصراحه تخلف. تخلف ده يعني معلش حاجه ده آفة من آفات الحاجة اللي اسمها التنمية البشرية. أنا آسف مع كامل احترامي للناس اللي بتقدم التنمية البشرية، دي آفة بتاعت اللي هو يخبط على المكتب ويقول لك لا وانزل وما ده حدش. يا عمي في إيه؟ ما هو إحنا لازم حد يبقى موظف وحد يبقى مدير وحد يبقى صاحب شركة، وإلا كلنا زي ما بقول لك كلنا هنبقى مديرين بكرة الصبح. وخلي بالك دي من آفات السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ليها ميزة وعيب. من عيوبها إن هي صدرت للناس ان الوظيفه عبوديه زي ما انت بتقول، وانك كموظف ده حاجه دنيويه، وانك لازم تاخد قرار في وقت او في اخر ان انت يبقى عندك الاون بزنس، ولو اشتغلت 8 ساعات لحد غيرك ده عبوديه، لكن المفروض ال8 ساعات دي تشتغلهم من نفسك. كلام مش صح. ان هو اصلا حتى ال8 ساعات انت لما بتيجي تشتغل في اي شركه، معلش حتى لو قلنا ان انت هتمشي وهتبقى بزنس اونر، ما هو طبيعي ان انت في البدايه تتعلم اصلا وتبقى جزء من منظومه ناجحه علشان قدام يبقى عندك المنظومه الخاصه بيك. ولو عرفت تعمل ده، ولو ما عرفتش تعمله فانت مش فاشل. يعني انت لو ما عرفتش تعمل الاون بزنس بتاعك ده مش معناه ان انت فاشل، بالعكس تماما، بلهاش علاقه. في ناس مديرين، يعني في مدير تنفيذي مثلا في شركه الفطيم، ده راجل المصري رئيس التنفيذي بتاعها، راجل صغير عنده حاجه و40 سنه في سننا يعني. فهل ده معناه ان هو بقى المفروض ياخد قرار ان هو يفتح لنفسه اون بزنس؟ وده راجل وصل CEO بتاع شركه الفطيم من اكبر الشركات العربيه يعني اللي موجوده على الساحه في الشرق الاوسط. فهل ده بقى هو غلط ان هو اتقبل بوظيفه زي دي؟ في الاول في الاخر هي وظيفه. فده لا، مين اللي قال كده؟ الراجل في بوزيشن كويس جدا، وهو شايف انه عنده التالنت بتاع CEO، فمش معناه ان هو غلط يعني. ما هو ده اللي بكلمك فيه بقى، ان النموذج اللي هو بتاع فكره ان الناس بتنغص على بعض عيشه بعض بفكره ان انت موظف فانت ده غلط. انا نفسي الناس تفهمه وتشوفه بمفهوم اشمل، وان الاصل في الموضوع ان انت يكون في اتزان ما بين النجاح اللي له علاقه بالكارير بتاعك، النجاح على المستوى الشخصي، النجاح في علاقاتك الإنسانية، النجاح في علاقتك بربنا، وفي النهاية تبقى المحصلة شخص مستقر نفسيا. في الاول وفي الاخر انت لو موظف وسعيد جدا في اللي انت بتعمله وبتقدم نجاحات ومسمع وانت موظف، احسن بكتير جدا من يكون عندك اون بيزنس وانتش مسمع وكل يوم والتاني عندك مشاكل. مش شرطيه، المهم ان انت تكون سعيد فعلا زي وعندك السلام النفسي اللي لازم ان انت تعمله. او يبقى عندك بيزنس ناجح وتبقى بيتك بايظ، او يبقى عندك بيزنس ناجح وتبقى علاقتك بربنا صفر. هي فكره بس هي فكره ايه يا صلاح برضو؟ للاسف الناس دايما بتبص على الحاجه اللي مش معاها، على الحاجه اللي ناقصاها. لكن لو بص على النعم اللي هو، يعني لو هو طلع بره حياته وبص على حياته من بره، هيشوف كم من النعم ممكن ما يكونش عند ناس تانية. انا عندي حاجات مش عند صلاح، وصلاح عنده حاجات مش عندي. لكن هي الدنيا دايما يقول لك اللايف از نوت فير. انا شايف ان الكلمه دي غلط تماما. لا، ربنا عادل وعدل وحكم. يعني هو واخد العداله وعادل وعدل في نفس الوقت، عارف بيوزع ايه على ايه. ما ممكن واحد مثلا ربنا يرزقه بفلوس بس يبدد فلوسه او يعمل بيها شر. واحد ممكن ربنا يديله صحة بس عارف ان هو هيبقى متغطرس وهينزل يبلطج على الناس والكلام ده كله. واحد ممكن يديله ربنا سلطة بس ربنا عارف ان السلطة ديت هيأذي بيها فهي ربنا عامل بالانس في الحياة يعني. مش لازم يديك كل حاجة، ومش معنى ان انت عندك الحاجة دي ان انت مش عندك الحاجة دي فهي ديت خلل عندك او كده. لا، ربنا عارف بيدي الرزق لمين وبيديله ايه. ودايما في يعني آية انا حاططها قدام عيني، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. فايا كان انت بتعمل ايه وانت بتسعى وبتشتغل وبتتعب، ربنا هيديك ايه بقى. مش لازم تكون اللي انت عايزه. يعني انت لو منتظر فلوس، ما ممكن، اصل الرزق مش بالفلوس بس. يعني انت لو منتظر ان ربنا يديك امباكت فلوس
فممكن يديك صحه، ممكن يكون بيديك ستر، ممكن يديك قبول اصلا، يفتح لك باب شغل انت مش متخيله يجي ازاي منه. ممكن ربنا يديك زوجه صالحه، ممكن ربنا يديك ذريه. فالحاجه اللي انت بتتمناها في حد، ممكن واحد يكون معاه فلوس بس معهوش ذريه، في واحد معاه ذريه بس معهوش زوجه صالحه. يعني في حاجات كتير جدا. وسوره الكهف عامه، يعني انا مش راجل مش شيخ يعني، بس سوره الكهف بتبين لنا لما سيدنا الخضر طلع على سيدنا موسى وبدأ يعمل حاجات سيدنا موسى مش فاهمها، ان هو خرق السفينة علشان وراها سلطان طاغي ممكن بياخد السفينة وبياخد كده، والسور اللي هده علشان فيه تحته كنز للناس كان ابوهما صالحا، والغلام اللي قتله عشان عارف ان هو هيكبر ويبقى عقل لاهله والكلام ده كله. ففي حاجات حكمة ربنا دايما انت مش مدركها في لحظتها، ممكن تدركها دلوقتي، ممكن تدركها كمان سنتين، ممكن تدركها كمان 5، ممكن ما تدركهاش خالص. بس اعرف دايما ان ربنا حكمته واقداره احسن بكتير جدا من اختياراتك واقدارك. يعني انا عايز اسالك سؤال، انت النهارده لو انا معايا ظرف، انا اسف اللي هقوله يعني، بس في تاريخ وفاتك، تفتحه ولا ما تفتحوش كصلاح؟ لا مش هحب افتحه. عشان مش عايز اعرف، عشان افضل مكمل لاخر لحظه وانا مش عارف. انت لو عرفت هيغير حاجات كتير جدا في حياتك. هيغير حاجات كتير جدا في حياتك. انا بالنسبه لي هيطفيني. ممكن في ناس تطفيه، وفي ناس ممكن تقرب من ربنا جدا وتقعد بقى تشتغل الشهرين 3 على نفسها ان هي تقرب من ربنا جدا. في واحد ممكن يصلح علاقاته مع اللي حواليه والحاجات البايظه والمشاكل اللي بايظه. وفي واحد زي ما انت اخترت كده قصه ان انا بصراحه بقول لك اهو، انا لا شعوري رديت، مع ان يعني احب ان انا اصلح علاقتي بالناس والكلام ده كله، فاهم قصدي؟ يعني احب ان انا اعمل ده، بس انا حاسس ان مش مزعل حد يعني، فعشان كده اللي جه في بالي قلت لك هيطفيني. علشان كده قصه الغيبيه دايما يقول لك اذا اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. فانت حكمه ربنا ما تعرفهاش، فاشتغل على المتاح. يعني اشتغل على اللي في ايدك دلوقتي. انت ليه دايما شايل هم بكره وشايل هم بعده وهنعمل ايه السنه الجايه؟ بعدين للامانه هقول لك على حاجه برضو من واقع خبره، احيانا تاخير الرزق خير ليك. عارف ليه؟ علشان ربنا ممكن يكون بيهيئك وبيعدك صح للرزق اللي هيجيلك. ما انت ممكن ربنا يديك الرزق بس تبدده، ما تبقاش عارف انت تستغله صح ازاي، بس ربنا ممكن يكون بيعدك وبيأهلك للرزق ده. باولو كويلو ده كاتب برازيلي، راجل محترم جدا وأديب كبير جدا جدا جدا. كان ليه رواية اسمها الخيميائي، بيحكي فيها عن قصة شاب بياخد رحلة عشان يدور على الكنز بالغنى بالظبط كده، واكتشف في الاخر ان الكنز في الرحله. قصه الكود بس اللي انا طلعت بيها من الروايه، ان كل واحد فينا عنده اسطورته الخاصه بيه. لو انت اشتغلت على الاسطوره ديت هتلاقي ان الكون كله بيطوعك لتنفيذ الاسطوره دي. لكن لو انت قعدت تقول اصل فلان، اصل علان، اصل ده معاه، اصل ده مش عارف مين بيساعده، اصل مش عارف ايه، اصل الكلام ده كله، هتفضل زي ما انت محلك سر. اشتغل على نفسك وبس. وزي ما قلت لك وان للانسان الا ما سعى، وان ليس للانسان الا ما سعى وبس. خلي بالك برضو الفكره ديت، يعني احنا بندردش مع بعض دايما. الناس واخده فكره مثلا عن صلاح ان لا اصله في باك بون وراه وفي اصلا عنده الدنيا ستيبل. طب انت ما شفتش الصراعات اصلا النفسيه ما بين صلاح وما بين ابوه في قصه الشغل بالذات؟ انت ما شفتش كم الخناقات اللي حصلت؟ عشان انا يمكن عارفها اكتر، ان ازاي صلاح اصلا عارف يوازن. وخلي بالك انك توازن ما بين شغل ابوك وده مهم جدا، وما بين البيزنس السايد بيزنس اللي انت بتعمله كصلاح، وما بين الاونلاين كوتشنج او البودكاستنج مثلا اللي انت بتعملها والفيديوهات اللي انت بتعملها. ده مجهود خرافي. بس هو للامانه الحاج كان كل ضغطه عليا في اتجاه ان انا اركز اكتر واطلع انتاجيه اعلى في الشغل معاه. انا فاهمك. انما بصراحه بما يرضي الله يعني، احقاقا للحق، هو عمره في حياته ما وقف قدامي. انا مش ده بالعكس، دايما حتى بيحب ايه يطمن من بعيد. انت عطلان على حاجه؟ انت فيك حاجه؟ طب يعني من بره كده، الرواتب يا ابني فيها مشكله، لو عايز فلوس خد. لا انا مش بتكلم بكلمك بامانه. انا فاهمك والله. بس ما دخلتش معاه في صدام ان يا اللي انت بتعمله يا انا ما عملهاش والله بصراحه. لا انا ما اقصدش كده، انا ما اقصدش الصراع ده اللي انت هتعمله هنا. لا في الصراع بتاع هو انا عارف ان هو بيزقك وبيساندك كويس جدا والكلام ده كله، بس انا بتكلم في البالانس اللي انت عامله. انت فاهم؟ كان حد والله انا سبحان الله مقصر جدا مع يعني أنا الى حد ما انا ببقى موجود بشكل يومي مثلا ممكن 6 ساعات، ممكن 5 ساعات، احيانا 7، احيانا 8، بس انا مقصر بامانه يعني. مش يعني في احسن من كده، هو يستحق مني تركيز اكتر من كده معاه يعني، لان برضو مهما كان كل حاجه الواحد وصل لها
بسببه. يبقى منتج دي بقى وطلعها له علشان لا بجد، لا والله، يعني فكره ان انا ابقى لو الناس شايفاني ان انا حد كويس وراجل ويعتمد عليه وحد شاطر والكلام ده كله، فده انا اتعلمته بمجرد بس انا بتفرج عليه. ايوه اكيد بيعمل ايه وبحاول اقلده. والقرص خلي بالك برضو دايما بيقول لك ان الازمه هي اللي بتخلق رجاله. يعني عمرك ما كنت هتبقى كويس في حته معينه غير وانت مريت بتجربه. يعني انت مش هتعرف تختار بني ادمه مثلا شريكه حياتك، مش هقول دي بلاش دي ما انتش هبقول عشان ندخل في صراع. لا بس انا هقول مثلا ان انت ممكن التجارب دايما عامه، الوقوع والوقوف والفشل والنجاح والكلام ده كله هي اللي بتخلق منك حاجه. انت الخبره بتجيلك منين؟ قارن مثلا حد ماشي جنب الحيط طول حياته وواحد نزل واتعلم واحتك وفشل ونجح وفشل ونجح وفشل ونجح. تجربة ده غير تجربة ده. الخبرة دايما بتيجي من التجارب. انت دخلت في علاقة عاطفية مرة واثنين وثلاثة وعشرة، مش بتكلم على صلاح، بتكلم في لا يا عم عادي صلاح دخلت في 50 تجربة عاطفية عادي يعني. مش هتعرف الصح فين غير لما ما بقصدش ان ده الصح. ايوه يا عم عند 33 عرفت. انا بتكلم في نقطه برضو ان التجارب هي اللي بتخلق منك بعد كده راجل، وبتعرف ازاي تختار صح وبتعرف ازاي تتعامل صح والكلام ده كله. نرجع تاني لقصه الشرطه. خلي بالك كان ليها عامل كبير جدا 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 في التاثير على شخصيتي. عالم الشرطه عامه انت بتشوف فيه حاجات وعالم انت عمرك ما هتشوفه غير في المجال. انت بتشوف نوعيه اشخاص وبشر مش هتقابلهم غير في المجال ده، نوع من الجرائم والاحداث مش هتشوفها غير في الفيلد ده. فاهمني؟ يعني انا مهما حكيت لك على الاحداث والجرائم انت ممكن ما تستوعبوش. مثلا كان في مسلسل عامل قلق كبير جدا الفتره اللي فاتت وجدل، اسمه ازمه منتصف العمر، والناس كانت بتتكلم ان ازاي ده يحصل وده مش في مجتمعنا والكلام ده كله. عايز اقول لك ان بقى عالم الشرطه وراني اللي ابشع من ده بكتير. قصة مش ان واحد بقى يحب حماته، لا، في ابشع من كده بكتير، والناس مش متخيلة ابشع من كده ازاي. فلا يعني الشرطة خلتني اعرف اتعامل مع جميع انواع البشر. انت بتتعامل من السفراء والوزراء لحد اقل واحد في يعني المسجلين الخطر. فاهمني؟ فده برضو وكان ليه مكون لشخصيتي، وخلاك تعرف تقرا الناس كويس جدا، وخلاك تعرف تتعامل مع البشر كويس جدا، وازاي تعرف تتكلم مع ده وتعرف تتكلم مع ده. علمك انك تتحط تحت اي ضغط هتشتغل فيه، ايا كان الضغط اللي انت فيه هتشتغل فيه. احنا كنا بنشتغل بال 14 وال 15 وال 16 ساعه وال 18 ساعه وكنا بنتعب ونكتات. فلو انت جيت تشتغل تحت اي ضغط بعد التجربه دي فبالنسبه لك مش هيبقى ضغط. فاهمني؟ فلا برضو عالم الداخليه كان ليه دور فعال ومؤثر جدا 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 في شخصيتي. وده خلاني نوعا ما عارف دلوقتي اختار قرارات صح، اتكلم مع ناس صح، اتعامل مع ناس صح، عملت علاقات اجتماعية ازاي صح، اقرا الناس كويس جدا صح ازاي. فلا كان ليها دور كبير جدا 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 في شخصيتي. انا مدير ليها بكتير جدا، يعني كفايه دفعتي ان انا عرفتها في الداخليه دي، برضو انا مدير ليهم بحاجات كتير جدا يعني. طيب انا حابب اسالك بقى سؤال. يعني انت دلوقتي وانت في الشرطه اهو خدت القرار ان انت خلاص انا هقدم استقالتي وهشوف حاجه تانية واخد لاين تاني وهبدا اركز في حاجات تانية. ايه الخطوات اللي انت عملتها؟ هل في كورسات معينه؟ هل في دبلومات؟ هل في شهادات؟ وانا يعني انا كاني مش عارف يعني الموضوع وصل معاك لحد فين. طيب. والشغل بتاعك تدرجت فيه ازاي؟ وحاليا انت شغال فين؟ وايه المنصب اللي انت شغال فيه دلوقتي؟ وهل انت سعيد بقرارك؟ وايه الثمار اللي انت جنيتها بسبب القرار ده؟ حلو، ده سؤال مركب. بص يا سيدي، انا كنت طالب متوسط اصلا في دراستي. يعني لا متفوق ولا فاشل، بس متوسط، من الناس المتوسطه وتحصيلها متوسط والكلام ده كله. راجل حفيظ وبحب التاريخ والكلام ده كله. اتخرجت من الكليه الحمد لله، كنت جايب امتياز في بكالوريوس علوم شرطيه وجايب مرتفع في، احنا بناخد بكالوريوس علوم شرطيه وليسانس حقوق في كليه شرطه. كنت جايب امتياز بكالوريوس علوم شرطيه وجايد مرتفع في ليسانس الحقوق. انا لما اتخرجت حبيت ان انا اعمل انفستمنت في نفسي، في شخصي، في كيان انا كرامي. فاخدت دبلوم قانون عام من كليه حقوق. واحده دبلوم القانون عام من كليه حقوق جامعه المنصوره. ماشي. دبلوم قانون خاص من كليه حقوق جامعه المنصوره. واخدت كده ماجستير، دبلومتين في قانون حقوق بيعادل ماجستير في القانون يعني في الحقوق. وبعد كده خدت دبلوم مفاوضات دوليه من كليه اقتصاد وعلوم سياسيه.
وخدت سيرتيفيكتس من الاي سي، كليه التعليم المستمر في الكوميونيكيشن سكيلز وسوفت سكيلز والبوليتيكال اويرنس وسايكولوجيكال كونسلنج، اخصائي نفسي، والانترفيو سكيلز والتي او تي ده من الاي سي على ما اتذكر، يعني ما كنتش مسقط حاجه. وبعمل ام بي اي من جامعه سليسكا دلوقتي. الحمد لله قدرت ان انا نوعا ما باد سيشنز في الكاستمر باد سيشنز في الكونسيومر بيهيفير كاستمر سيرفيس في التي او تي، وبرضه محاضر في الشركه عندي دلوقتي برضه. انا شغال مدير فرع لشركه كونتاكت للتمويل، كونتاكت فاينانشال هولدنج، وبقالي 5 سنين في الشركه. ما شاء الله ما شاء الله. يعني يعني الى حد ما قدرت يعني استوعبت قصه انك تستثمر في نفسك من بدري، لان مهم جدا ان، او انا بقول دايما ان احسن استثمار هو الاستثمار في نفسك. انك ازاي تاخد كورسات ثانيه واحده، انا نسيت حاجتين مهمين جدا. واخد دبلوم تغذيه رياضيه وعلاجيه في سيركلز وخدت حاجه اسمها بيرفورمانس من الاي اس اس اي، الاي اس اس اي صح. فده اللي انا خدته محصلتي يعني. انا خبطت في كل حاجه يعني. انا عامه زي ما كنت بتكلم معاك قبل ما نبدا، انا عندي ADHD، فلحد ما اللي هو الناس ما تعرفوش اللي هو متلازمه فرط الحركه يعني. فرهود يعني. فرهود بالظبط كده. فرهود جدا. فرهود تقعد تحارب عشان تدخل الشرطه وبعدين تقوم سايبها ورايح مش عارف ماشي في طريق تاني وماشي في طريق تاني. فرهود فرهود جدا. انا امبارح مثلا انا نايم 3 الفجر، كان عندي بروجكت المفروض اسلمه في الام بي اي بتاعي، وبعد كده صحيت 7 الصبح، يعني نايم 3 الفجر وصحيت 7 الصبح، رحت خلصت محاضرتي، وبعد كده طلعت على اكتيفيتي كانت خاصه بالشركه عندنا، مخلص الساعه 11 ونص، رجعت نمت من القاهره، نمت وصحيت رحت الساعه 9 الصبح الشغل عادي مفيش مشاكل. فقصه ان انا بقول لك ان انا ادركت يعني ايه ADHD او فرط الحركه، وعرفت اوظفه صح في حياتي، ان هو زي يفيدك عامه. فطالما انا فرهود ففرهد في حاجه تنفعك. فاخدت كورسات واتعلمت شويه وشغال في قصه الام بي اي، وان شاء الله باذن الله اخلص واخد الدي بي اي الدكتوراه ونبقى محاضرين بقى. بس ربنا يكرمك. بس حبيب قلبي، فكره ان انت كنت بتقول لي بس سؤال مركب، انت هل انت سعيد بقى باللي انت وصلت له دلوقتي؟ حلو ده. بص، السعاده نسبيه والنجاح نسبي. ممكن النجاح من وجهه مش عايز دبلوماسيه، والله ما دبلوماسيه، مش عايز دبلوماسيه والله ما دبلوماسيه. حاجه سؤال واضح وصريح عشان الناس تفهم بس النجاح معياره ايه. معيار النجاح وضحناه. رد وبعدين اشرح. هل ايام ما كنت نقيب؟ لا كنت رائد. انت رائد اهو ونائب مأمور تمام. دلوقتي مدير فروع في الشركه وفات 5 سنين على القرار. الصورتين قدامك اهو، الصوره دلوقتي اهوت بالبدله بتاعت الشرطه، والصوره الثانيه وانت بتدي محاضره للتيم بتاعك ومقفل التارجت السنوي وبتاخد MBA واخد شهادات وي. هل القرار كان صح؟ هل انت سعيد بده؟ من وجهه نظري كرامي طبعا. ولو رجع بيا التاني، انا قلت لك لو رجع بيا القرار هاخده مره واثنين وثلاثه زي ما بقول لك. المهم ان انا لقيت نفسي لقيت نفسي كرامي. وانس ان انت لقيت نفسك انت هتبدع. ايا كانت بتشتغل فين، والله لو بتشتغل مع احترامي للمهنه نجار سباك ايا كان، لو انت لقيت نفسك فيها وبتحبها هتبدع فيها، هتبقى احسن نجار في البلد، هتبقى احسن سباك في البلد. فايا كان انت الوظيفه فيه. مستمتع جدا باللحظه اللي انا فيها، مبسوط جدا بالكوميونتي اللي انا دخلت فيه، عالم البيزنس ودوره راس المال والفاينانشال عموما، وقدرت تعرف الشركات الماليه بتشتغل ازاي، النون بانكينج انستتيوشنز بتشتغل ازاي، قصه التمويل والبلد، ويعني ايه الازمه الاقتصاديه اللي انت فيها دلوقتي، فاهم الدنيا ماشيه ازاي فيها، يعني ايه الدوله بتصدر صكوك، يعني ايه توريق، يعني ايه الحاجات دي كلها. فلا انا مستمتع جدا باللحظه اللي انا فيها. ولو رجع بيا الزمن زي ما بقول لك تاني وتالت ورابع، لا هعمل اللي انا عملته. والحمد لله رب محقق نجاحات في اللي انا فيه، وقدرت في فتره قليله ان انا اثبت. انا حتى الان برضو مش شايف ان انا جبت الماكسيمم بتاعي. فاهم. حاسس ان انا لسه ما نجحتش، بس احنا يعني ايه بنقيم بوادر تجربه يعني. فاهم ازاي؟ لا انا مستمتع جدا باللحظه اللي انا فيها ومبسوط جدا فيها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ودايما انا بقول اصعب واحلى نعمه ممكن ربنا ينعم بيها على حد هي نعمه الرضا. لانك بتبقى ساتسفايد من جواك ومدرك تماما ان ربنا مديك الصح والاحسن والاخير والافضل ومن وجهه نظره، والاحسن من وجهه نظر ربنا هو احسن بكتير جدا من وجهه نظرك يعني. فلا الحمد لله رب انا مستمتع وراضي جدا جدا بحياتي. بالعكس انا شايف ان ربنا اداني اكتر مما استحق بكتير يعني. الحمد لله رب العالمين يعني. انا بعيدا بقى عن البودكاست فخور بيك انك صاحبي اصلا تمام. وبحبك جدا على المستوى الشخصي. بص
خليني اقول لك كلمتين مش نفاق ولا رياء، والله العظيم وانت عارفني كويس ما بعرفش اعمل ده. انا لو ما بحبش صلاح مش هيبقى في تعامل. ما انا عارف يا رامي، انت بتديني بتدبشني على طول لما ببقى فاهم. برجعك علشان انت صاحبي. بس حقيقي انا مبسوط طبعا بعلاقتنا، وحقيقي لا، من الاشخاص العزاز جدا 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 على قلبي، وفخور بصحبيتك، ومن الناس دايما ان انا شايفها برضو فرهوده وبتعمل وعاجبني فيك ان انت بقيت في الفتره الاخيره ما بتسمعش لكلام. انا فيك برضو الحته لسه اللي انت عايز ترد على الناس ومش عارف ايه. انا وصلت لمرحله ان هو كل الناس هتتكلم فهم. عارف انت لما تروح فرح وهتلاقي كل الناس هتعلق حتى لو قالوا على لون الروج بتاع العروسه مش حلو. فاوكي يا جماعه اتكلموا، المهم ان انا مركز في طريقي. فانا عاجبني ان انت قدر الامكان بدات تقفل على نفسك اكتر، وعارف طريقك رايح فين وماشي في طريقك صح. فربنا يبارك لك يا رب، ويوفقك ويفتح عليك. كان يعني انا مبسوط. انا بس عايز اسالك سؤالين ثلاثه بقى قبل ما نقلب الادوار يعني. معلش. طب انا هلخص اللي انت قلته عشان برضو الناس تبقى في نقطتين وبعدين نسالني. ماشي، عشان نقلب الادوار. الحاجه الاولى ان القصه دي هي نموذج عادي جدا خالص، لحد خد شهاده واشتغل بغير شهادته بالظبط كده. فما حدش ياخد الامور بحساسيه. يعني عادي، يعني في مليون دكتور مش شغال في الطب، في مليون مهندس مش شغال في الهندسه. هي القصه كلها ان هي رحله بحث عن الذات. فهي مش اسقاط على ان مهنة الشرطة تحديدا او اسقاط على اي حاجة ليها علاقة بان الشغل اللي بتشتغله بشهادتك او الوظيفة او الكلام ده كله. دي حاجة المفروض نسيبها ونشوف طريقنا ونشتغل عمل حر وكلام زي كده، لان الامور ممكن يحصل فيها لبس. فكان لازم توضيح لحاجه زي كده. لا خلي بالك برضو تاني، انا بقين وبقدر جدا المهنه اللي انا كنت فيها وبحبها جدا، بس انا زي ما بقول رحله بحث عن الذات. بس انت ممكن ما تكونش لاقي نفسك، ممكن تكون تايه. خلي بالك فتره التوهان دي ممكن تطول معاك، بس ان انت تلاقي نفسك. دي النقطه الثانيه ان قراراتك واختياراتك وانت 18 سنه غير وانت في الثلاثينات، غير وانت 25، غير وانت 30، غير وانت 35. عادي جدا ان انت تكون شايف حاجه ليها بريق وليها لمعان لمجرد ان انت ما عندكش عندها داتا كافيه، ومع الوقت بتكتشف ان لا، في نقطه ابعد من دي عايز اوصل لها. يعني بيظل البريق واللمعان موجود، لكن انت عايز ابعد، عايز اكتر. فالقصه دي قصه عاديه خالص لشاب بيدور على الراحة، وبيدور لنفسه على الأحسن والأحسن والأحسن والأحسن. إنما ما فيش أي إسقاط من أي نوع. خالص. كامل احترامنا لكل رجال الشرطة ده خوف ده خوف مش عايز انا رامي ياسين بيته في يا عم، ما الناس كلها عارفه. بس انا هكلمك بس في نقطه مهمه جدا برضو، تاني وتالت ورابع. انا بكرر ان مش شرطيه، انا من وجهه نظري اللي انا عملته ده صح. ولو رجع بيا الزمن تاني انا هعمله، بس مش شرطيه ان انت تاخد ده اسقاط عليك انت. ان انت طالما في نموذج انت شايف من وجهه نظرك ان هو ضخم يعني بيج شفت كارير شيفتنج، وكانت الموضوع ريسكي جدا من وجهة نظرك. يعني فطالما في حد خد الريسك الكبير ده فانت تعمل ده مش صح. انت لازم توزن امورك، يعني لازم تعرف انت فين وهتبقى فين وهتروح لفين علشان ما تاخدش القرار وتلاقي نفسك في الشارع. فاهم. فدي مهمة جدا، بس عشان الشباب بس ما ياخدش انفعال والدنيا لا ويقوم تلاقي عبر الوقت مقدم استاذ يقول لك بس انا مش جاي، انا عامل بودكاست لوحدي. لا احنا جزء شباب عواجيز في 35 بنفضفض معاكم. انا راجل اكبر منك. كنت اقول لك على حاجه، بس انا لو هنصح حد في الاخر بس نصيحه، ان انت تفضل دايما بتسعى وتدور على ذاتك. هتلاقيها، مش شرط تلاقيها النهارده، مش شرط تلاقيها بكره، ممكن تلاقيها بعد سنتين، بعد انا قعدت فتره كبيره جدا علشان اقدر الاقي نفسي. انا قعدت فوق ال 15 16 سنه عشان اقدر الاقي نفسي. بس وانس ان انت لقيت نفسك هتلاقي نفسك بتجري على التراك ومحدش بيقدر يحصلك. دي نقطه. وما تبطلش انك تسعى، لان السعي مهم جدا جدا جدا. السعي هيفتح لك باب رزق، السعي هيعرفك على ناس، السعي هيفتح لك علاقات، السعي ممكن يوريك عالم انت ما شفتوش، ممكن يفتح لك باب رزق انت ما شفتوش. لو انت ما سعيتش ما كانش الرزق ده جالك، او ما كانش النتيجه دي جات لك. فاسعى اسعى اسعى على قد ما تقدر، واسعى انك تطور من نفسك وتقرا كتب وتقرا روايات وتقرا في مجالات مختلفه وتاخد سيرتيفيكتس. بس المهم برضو في قصه السيرتيفيكتس ان انت سيرتيفيكتس تفيدك انت في مجالك العملي، مش بتجمع شهادات وخلاص. مش بتجمع شهادات وخلاص، لا مهم ان انت تبقى ليها. الا لو انت بقى بتحب المعلومه لذاتها، ما برضو لو دي حاجه بتفرحك ماشي اوكي، بس انت كده هتضيع وقت في الفاضي. يعني انت لو خلي بالك احنا برضو في سوق عمل، مهم ان انت تاخد حاجه تفيدك في حاجه، حاجه علشان ما ناخدش في شهادات في الفاضي.
فاضي بس. نرجع بقى لقصه ان انا عايز اقلب الادوار واسالك كام سؤال بس. انت النهارده عندك 35 سنه. ليه هتم 35 شهر 9 الجاي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. يعني 34 لسه. 34 سنه. لو انت قابلت صلاح سليم اللي عنده 15 سنه او اللي عنده 16 سنه وداخل لسه الجامعه، قابلت صلاح وانت عندك 34 سنه وقابلت صلاح اللي عنده 16 سنه، تقول له ايه وهو لسه داخل الجامعه؟ هطمنه يعني مش هتنصحه نصيحه؟ لا هطمنه، لان عايز اقول لك ان خلاص انت جاي له من المستقبل. لكن انا بقول لك لو انت هتنصحه نصيحه، ما انت جاي له من المستقبل اكيد هتقول له بقى لا مش كده، لكن عايزك تنصحه نصيحه. كان في مخاوف جوايا طول عمري. يعني انا بالنسبه لي انا كشخصيتي، انا طول عمري عندي سؤال بساله لنفسي. لو انا ما كنتش اتولدت في بيت في بيزنس فاميلي وفي حد يوجهني، انا كان ممكن ابقى ايه؟ خاصة ان الطريق بتاعي كان ملامحه واضحة من وانا في اعدادي. ده حقيقي. ان انا خلاص انا ما هروح امسك تجارة والدي. عايز بقى تبدع فيها، خلاص كبر المحلات ومحل واثنين وثلاثة وكبر الشغل. فاهم ازاي؟ وكان دايما بيتقال عليا في المحل ابن الحاج. يعني هويتي لن اعيش في جلباب ابي، مش لن اعيش في جلباب ابي. الهوية نفسها ابن الحاج. ده شرف عظيم ليا وحاجة انا بحبها جدا ويعني أكن بكل الفضل والتقدير زي ما قلت لك في الأول. بس أنا عايز أعرف إجابة السؤال ده، هل أنا لوحدي من غير ده كله بره التوجيه ده؟ هل ممكن أبدع في مجال مالوش علاقة بوالدي وبدون دعم منه نهائي، ما لوش علاقات فيه عشان يدعمني؟ فاهم ازاي؟ هل ممكن فعلا ابقى حاجه كويسه؟ فالسؤال ده كان حاجه انا عايز اعرف اجابتها. عايز تطمنه بس هتطمن صلاح اللي عنده 16 سنه في خصوص الحته دي. لان انا السؤال ده كان ما بينامنيش بالليل. انت مش متخيل من وانا صغير قوي لان انا اتحطيت في تراك الشغل والسوق والمقارنات بدري قوي. يعني انا كنت بنزل، كان يعني بنزل الشغل فتلاقي مثلا عمال معايا، عمال اكبر مني بسنتين وثلاثه، بس شغالين بدري قبلي ب4 سنين من قرى وحاجات زي كده. فبيبقى في تنافس في الانتاجيه. انا برضو يعني انت فاهم ازاي، يعني برضو يعني ما اشتغلتش قبل المرحله دي. يعني ما نزلتش من ابتدائي، انا شغال مثلا في اعدادي. فتلاقي ان ايه على طول فين الديه ودايما ايه، لا بالراحه عليه ده ابن الحاج. فاهم الفكره؟ عشان فاهمك، عظمه لسه طري. بالراحه عليه ده بالراحه عليه ابن الحاج. فدي كانت مضايقاني. لا انا مش، انت عايز تعافي. انا معاك وانا عادي يعني. انت فاهم ازاي؟ انا مش ابن الحاج. لا في دي انا مش ابن الحاج. عارف انت اللي هي النديه والسباقات والحاجات دي كانت معايا في دي من بدري. فعلى طول على طول على طول، حتى كانوا تبقى بقى العيال انت فاهم ازاي، ابويا يبقى مزعل واحد منهم بقى تلاقيه من تحت لتحت كده ايه بيحاول ياخد حقه. فيقوم يحاول يضايقك انت بس بطريقه غير مباشره. فعشان كده كان دايما الموضوع بالنسبه لي من صغري انا عايز اعرف اجابه السؤال ده. كنوع بس من ان انا يعني يبقى عندي ثقل نفسي كده، ان انا يعني ايه مقتنع ان الدنيا دي صح ولا ان اللي انا فيه ده لا انا فعلا حد كويس. طب اسالك سؤال تاني. احنا قلنا هنقلب الادوار. لو اديت لك الفرصه ان يبقى في آلة زمن وترجع بيها لورا، تختار انهي وقت وتصلح غلطه واحده في حياتك؟ كلنا بنغلط وكلنا ده انت عارف انا وانت يعني دربكنا الدنيا بس غلطه واحده تصلحها في حياتك، ترجع تاني تقول لا انا مش هاخد القرار ده. لو آلة زمن ورجعتك لورا وقالت لك لا انت هتاخد القرار اللي انت مش هتعمل القرار ده. المشكله ان القرارات نفسها قرار واحد بس من غير فلسفه ودبلوماسيه. مفيش فلسفه، بس توابعها حلوه. بغض بس القرار نفسه غلط. ماشي، بس توابعه كانت كويسه. اوكي انا فاهم انت بتتكلم في ايه. بس لا انا عايز قرار واحد هترجع تعدله، تقول لا انا مش هعمل كده تاني. طب ينفع ما اقولوش؟ ماشي فهمت. انت عارف انا عارف. ماشي طيب هقول لك على حاجه. بيدو بس هو دي يعني حاجه حلوه بالنسبه لك. الامباكت بتاع التاثير بتاعها بعد كده، التاثير بتاعها كان كويس. كان كويس. طيب حاجه تانية. بيدو عمر ربنا يخليهم لك ولادك، هتنصح نصيحه واحده لكل واحد فيهم لان شخصياتهم مختلفه، فتنصح بيدو بايه وتنصح عمر بايه؟ هنصح بيدو يركز من خلال تجاربك انت الشخصيه في حياتك. يركز بس. يركز اكتر من كده، لان هو نسخه من كربونه من شخصيتي. كربونه حرفيا بكل حاجه، حتى برسمه جسمه بابعاده. يعني انت فاهم ازاي؟ جيناتكس. الواد ده يركز شويه بس. في
يركز عموما. هو بيحاول يلقطها وهي عنده تشتت انتباه. دي اكتر حاجه عايزه يركز فيها، ركز في التفاصيل، ركز شويه. ده النصيحه الحياتيه. يركز، لو ركز هياخد باله من حاجات اكتر، فهيعرف ياخد قرارات بشكل احسن. يعني دي نصيحه حياته ان انت تركز. يركز في كل موقف بياخد فيه اكشن، يركز بس يحاول يفهمه اكتر. ما يتسرعش، ما يظنش ان هو فهم. انت فاهم ازاي؟ عمر لسه شخصيته بتتكون، بس عمر متعب جدا. يعني ADHD. لا متعب جدا. متعب كمان ان هو عنيد. ما هو عنيد بشكل مرعب. الحركه معاه انت. عنيد وطف. والولا بيدو برضو عيل طف قوي قوي قوي. طب تنصح عمر بايه؟ عمورة نصيحه حياتيه يعني تكمل معاه لحد ال40 وال50. عمورة نصيحه حياتيه. لان هو غضبه وحش يعني. يهدى في غضبه. يهدى في غضبه يعني. الغضب وحش، وياخد باله من اخوه. طب انا هقول لك على سؤال تاني. كنت محضر لك كام حاجه كده. لو انت اتفتح لك زي ما بيقولوا الحجاب كده او الحاجز، وقدرت تشوف الناس من جوه، ايه الصفه اللي انت نفسك تشوف الناس فيها؟ يعني تبقى ده انت شايف كل واحد بصفه معينه فيه. بيفكروا فيا زي ما بفكر فيهم ولا لا؟ يعني بيحبوني زي ما بحبهم ولا لا؟ بس يعني انت تشوف مشاعرهم ناحيتي، مقدار الحب. مشاعرهم ناحيتي ايه. يعني عايز تشوف الناس بتحبك ولا لا. كير بيا زي ما انا ببقى كير بيهم ولا لا. اصل الحب نسبي. فاهم؟ خلي بالك، يعني انا ممكن احبك، فلو كلمتني 4 الفجر هتنزل لك، وانت مثلا حبك ليا ممكن لا يكون... مش سعيهم ناحيتي. لا مش قصه اللي في القلب ايه. لا ما هو احنا الحب متبادل. بس تعبير الحب هو اللي مختلف. فاهمك. فدي ودينا لحته تانية. لا في واحد ما بيحبنيش بس جدع، افهم. لا ما هقول لك على حاجه، هو جدع. يعني هو جدع هينزل لي. بس ما بيحبكش مش هيبقى مخلص ليك. لا مش يعني قدر معزتي في قلبه عاديه. لكن هو جدع فبيستجدع معايا، فهو هينزل جدع عشان هو جدع. ايوه. انما واحد تاني ممكن يكون بيموت فيا بس هو ما عندوش لا ما عندوش القيم والحاجات دي ان هو ينزل معايا، بس هو بيحبني. ايوه. هو مش جدع. دايما في الصوفيه كده بيقول لك ان انت ما تشوفش الناس من خلال تصرفاتهم وشخصيتهم، لان كل واحد فينا تربيته مختلفه وثقافته مختلفه وتعليمه مختلف وجاي من بيئه مختلفه تماما والايديولوجيه والتعليم والنفسيه بتاعته من هو صغير هي اللي بتفرق معانا لما بنكبر. فما تحكمش على الناس من خلال شخصيتها اللي انت شايفها دلوقتي، لان انت عايز تحكم على حد عيش تجربته وعيش نفسيته وعيش تعليمه واللي كان عنده في البيت وعلاقه الاب والام والكلام ده كله عشان تقدر تحكم عليه بقى الحكم اللي انت عايز تحكمه. فدايما يقول لك ان انت بص للناس بارواحها، يعني روحه فيه ايه مش قصه شخصيته فيه. يعني انا صوفي. والصوفيه وحشه. انا صوفي يعني. انا بقول لك نفسي اعرف لان انا ده يودينا بقى لسؤال تاني. الحب بالنسبه لصلاح ايه؟ يعني تعريف الحب عند صلاح ايه؟ تعريف الحب في المطلق يعني؟ الحب يعني انت شايف ان الحب بالنسبه، انا شايف مثلا ان الحب دعم ومسانده والكلام ده كله. انت الحب بالنسبه لك ايه؟ تقدير، اهتمام. انت شايف ان الحب عندك ان حد يهتم بيك، تقدير واهتمام. بس لكن مش دعم. اصل انا شخصيا مش بصراحه ما بتفرقش معاك الدعم. مفيش حد فينا ما بيفرقش معاه الدعم. انا بقول لك بصراحه لا يعني اقصد في العموم مفيش حد فينا بيفرق معاه الدعم، بس في حد خلاص من كتر ما هو ما لقاش الدعم فما عادش بيطلبه فبقى بيكمل في حياته عادي. مش كده، انا من صغري متشاف في كذا دايره ان انا غلط. فانا اوريدي اصلا خلاص قافل على ودك من زمان. انا اصلا بعوم ضد التيار طول عمري. ايوه فاهمك. فاهم قصدي؟ فطول عمري قافل ودني في كل حاجه. بس هل الدعم ما بيفرقش معاك؟ يعني لو حد جه قال لك جدع صلاح اللي انت بتعمله ده جميل، يلا معاش يلا وانا معاك تعرف يفرق معايا من مين؟ شخص واحد بس، ابويا. يا خرابي لو بس على حاجه كده وقال لك حلو. لا ما يقوليش حلوه. انت عامل ايه؟ بتعمل ايه؟ عارف مجرد ما يسال فكره ان انا اكون عامل حاجه بتحرك اهتمامه بس ناحيه الحاجه دي. مش بس ده الوحيد اللي دعمه او مش دعمه بيفرق معايا. يا عم بشوفه بيضحك بفرح. بس انت عندك ابوك بيمثل لك حاجه كبيره جدا في حياتك. لا هو رقم واحد. هو انا ده النموذج ده النموذج اللي انا باصص له وبحاول اقلده، بس ابقى زيه في تصرفاته زي، مع ان الناس ممكن تستغرب ده جدا جدا. هو بالنسبه ما ولا لهم بقى ماسك ولا ستيف جوبز ولا بتاع. يعني مين الايدلز بتوع صلاح سليم؟ ابويا. بس
وفي الرياضه كريستيانو رونالدو. هو انا برضه كريستيانو رونالدو، ده حقيقي. ده حقيقي. انما الايدول اللي انا نفسي ابقى زيه في حكمته وفي تصرفاته في الطفنس، يعني حته انه حد صلب قوي، جامد. حد قوي في المشاكل، راجل عارف مصطلح يعني عارف انت اللي هو ايه، تستوستيرون صافي. ايوه رهيب. الناس القديمه كده رهيب واكشن في الوقت الصح وامتى يهندل حاجه ويعمل حاجه وبيعمل حاجات غريبه. يعني انا قسما بالله ما بقول كده تطبيل، انا جنبه بحس يقينا ان انا فاشل. انت متخيل؟ من كتر ما هو معدي بعيد قوي، الله يديله الصحه يعني، بعيد وحاجه كده. وعلى فكره ما هوش 70 سنه يعني، ولا لسه داخل على 60. بسم الله ما شاء الله، ربنا يديله الصحه. طب تقدر تقول لي ميزه واحده فيك وعيب واحد فيك كصلاح؟ ميزه وعيب؟ ميزه واحده بس. ميزه واحده بس وعيب واحد بس. تخيل مش حاضر في ذهني حاجه ميزه، انما العيوب كتير حاضرين، انما ميزه مش حاضره. تخيل. قول لي ميزه واحده. والله ما في حاجه حاضره. طب قول لي عيب واحد فيه. كتير يعني، بيجي في بالي كتير. واحد بس، واحد اللي انت متأزم منه وعايز تغيره باي شكل من الاشكال بس مش عارف تغيره. مش عارف اغيره او بتحاول تغيره بقالك كتير يعني. هتضحك؟ لا مش هضحك. الكسل. مش شايفه بس قشطه. انا شايفه. والله ممكن تحس ان هي حاجه مثاليه، صح؟ تحس ان هي حاجه مثاليه. لا انا هستنى ادور لك على صفه مهينه. انا عندي على فكره الصفه دي، يعني انا شايف ان انا لسه ما عملتش حاجه وحاسس ان انا كسلان مع نفسي او مقصر في حق نفسي. كسل ومقصر في حق قله الحزم في بعض الامور. يعني انا بقيسها على ابويا، ما برضه هي دي مشكله. لا قول لي عيب انت شايفه ما تقيسوش بحد في صلاح. عيب خطير يعني؟ لا مش خطير يعني، مش هنضطر تدخل جراحه يعني في عيوب رهيبه يا رامي. واحد بس. في حاجات رهيبه يعني الاسراف موجود عندي. انت مسرف بطريقه بشعه. الاسراف ده عندي. رغم يعني برضو بقى الاسراف. ايه تاني؟ بخاف كتير جدا، بتضايق جدا من الحوار ده، من حوار الخوف. بتخاف ايه من المستقبل؟ بخاف فكره الخوف نفسها. انت عندك فوبيا من ايه اصلا غير الاماكن العاليه والجبنه؟ انت بتخاف من الجبنه؟ جبنه. غير بخاف من ايه؟ بخاف من اكتر حاجه هوس من وانا في حضانه، ربنا يديلهم طولة العمر يعني. بتخيل شايل هم اليوم اللي ابويا وامي يسيبوني فيه. خاف من الفراق؟ لا بهستيريا واقعد اتامل ليهم كل يعني من وانا صغير، اقعد ابص لهم كانها اخر لحظه. ولما اجي مسافر اقعد املي عينيا منهم، لما يجوا مسافرين اقعد ابص لهم بتركيز كده واقعد املي عينيا. في تحس ان انا عندي ازمه نفسيه بسبب اهلي. خلي بالك انا يعني في القصه دي يعني، في القصه في يعني الواحد برضو دايما حاسس ان ابويا. وبعدين بزعل بقى لما بلاقيه بيبدا يشتكي، اشوفه بياخد دواء بخاف قوي. لا ارجع، انت ما بتزعقليش ليه؟ ده انا جاي الشغل وانا متاخر وسايبني عادي كده، لا زعق لي. ايوه حاجات غلط كنت بعملها. بدري يا ابني وتحترم نفسك. يعني حاجات كنت بعملها غلط مثلا. انا عارف ابويا اتيتيود معين، فمع السنين انت بتلاقيه هدى، بيهدى. انت فاهم ازاي؟ بتلاقيه ما عادش بيعلق على الحاجات دي. فانت بتبقى لسه برضو حاطط نفسك في زون انت ما بتعلقليش ليه؟ فبزعل بقى لما بلاقي الاتيتيود بتاعه بيبدا يتغير. ايه ده، وانا كبرت بجد ولا ايه؟ وانت هتسيبني براحتي؟ لا ما تسيبنيش براحتي. زعق. لا زعق. دي انت لو حد تاني غير صلاح صاحب صلاح سليم؟ واد حلو يا عم على العسل. انا حلو على قلبي. عيل العسل يا عم. ايوه وجدع والله. اللي كنت اقول لك على حاجه تانية. دايما بيقول لك ان كل حاجه في الدنيا بيبقى ليها تمن. النجاح ليه تمن، والاستقرار ليه تمن، والفلوس ليها تمن، والسعاده ليها تمن. فدايما بيقول لك علشان تاخد التمن ده لازم تضحي. فهل انت مستعد ان انت تضحي؟ انا اوريدي مضحي دلوقتي. مضحي بايه؟ مضحي باولا انا فكره ان انا كنت فاكر ان انا لما هيبقى عندي حاجات خاصه بيا كتير وتيم وبتاع مش عارف ايه، هعرف افصل. يعني هعرف ان انا اعتمد على الناس وافصل وبتاع. الرجاله الله اكبر شايله الشغل وانا عادي، ما الموضوع مش ما حدش فيهم مأزمني. لكن انت لا، فكره ان في 200 واحد معاك ده وشغل بالك بالرواتب وتكاليف التشغيل وحركه سوق وبتاع، انا الموضوع واخد جزء كبير من روحي. فاهم قصدي؟ انك انت عشان تحرك الدنيا دي حاسس ان انت مرهق نفسيا جدا. الموضوع متعب جدا. بس هل انا قده ولا لا؟ لا انا بقول لك انا قده. يعني عادي
يعني وزن تقيل بس انا قادر بس اشيله، قادر تشيله. قادر اشيله عادي، وقادر اشيل اتقل منه الحمد لله لحد دلوقتي، بس هو تقيل جدا، مؤلم جدا. بس انت بتضحي ومقدر التضحيه اللي انت فيها، وشايف ان التضحيه دي ليها نتيجه. انا رابطها بصراحه الموضوع لو كان الموتيف ليه فلوس انا ما كنتش هكمل. كنت هكتفي بحاجات كتير من اللي انا عاملها من بدري. انت فاهم ازاي؟ اصل هو جميل قوي بزنس اونلاين ناجح وعندك مركز طبي، شكرا، عندك مركز طبي وعياده وفرع تاني، عندك مركز طبي واكاديميه والاون بزنس بتاعك خلاص انت هتعوز ايه بقى اكتر من كده؟ انما بقى سوفت وير ده كان حاصل مرعب. مرعب انت لا تتخيل الموضوع ايه. بعدين مقوم ابلكيشن مرعب لوحدك بدون فند، وعمال بتسكيل وبتروح دبي وبتروح هنا وبتروح هنا، برضو الموضوع انت مش متخيل مجهد نفسيا ازاي. اكيد. بعدين تقوم مطور الموضوع اكتر وناقل البيزنس اونلاين بتاعك في حتة تانية وعامل مشروع جديد ومعين 120 دكتور وخلي بالك كل ده شاب من المنصورة مش في العاصمة. لا العاصمة ليها مميزات كتيرة طبعا. جدا الناس مش واخده بالها منها. طبعا انت الاوبورتيونيتيز في العاصمة اكبر بكتير جدا. طبعا. والريليشن شيبس اكتر بكتير جدا من الدلتا او الاقاليم عامة يعني. انا مش مستوعب ان انا اصلا وصلت لمرحلة ان انا يكون عندي اكتر من علامة تجارية وليها تيم مستقل بيها، ويكون كل مشروع بيخدم آلاف العملاء حرفيا مش مبالغه، ويكون مسمع قوي جدا في الحته اللي هو الاندستري بتاعك. مسمع جدا في الاندستري بتاعته، ويكون معاك تيم داخل على 300 فرد وتكاليف تشغيلك شهريا كسر المليون جنيه. انا ما اعرفش الفلوس دي بتيجي ازاي. وما اعرفش احنا مكملين ازاي وبنكبر ازاي، مش مستوعبها. فالموضوع لا واخد طبعا جزء كبير من روحي. وحاجه تانية بيأثر على البيت اكيد. يعني انا مش مثالي، يعني انا ممكن اكون مقصر 50%، وده رقم كبير من وجهة نظرك. كبير جدا. 50% بحاول اظبط الامور كل فتره، بس بترجع تقع مني. اظبط الامور ترجع تقع مني. ممكن اقعد بالاسبوع كامل من الصبح لحد الساعه 4 الفجر في الشارع. ده بجد والله. الصبح هنا في مشروع كذا بنعمل كذا، في نص اليوم مع الوالد في الشغل بتاعه اخلص. ما هو انا عايز اكمل بقيه الناس، ابقى اقوم مجمع المديرين ونعمل ميتنج في الشارع، نفضل قاعدين في كافيه ولا في اي حاجه شطة العربيه بتاعتك متناقشين في تفاصيل الشغل لحد الساعه 6 الصبح، ونفضل في الوضع ده بالشهور يعني. ومشاكل يعني مشاكل بس بتعدي بطريقه مش منطقيه. فانا الاخر لحظه يعني انا مكمل فيها لغايه اما اشوف اخرها ايه. طب ايه الحاجه اللي خايف من صلاح فيها، او ان صلاح ما يعرفش يعملها، او بتخاف من صلاح في ايه؟ بخاف من نفسي في حته الافراط في حته التفاؤل. ان انا اكون متفائل زياده عن اللزوم. وبخاف يبقى في استدراج. فاهم ازاي؟ استدراج من انهي نوع؟ استدراج من ربنا. لا مش عاطفي، استدراج ان انا اخد قرارات غلط واكون فاكر ان انا ماشي صح، ودي فتنه وابقى مكمل فيها واقوم واقع فجاه مره واحده يعني. فاهم ازاي؟ بتكلم كبزنس يعني، لا مش بنات وفتنه لا مفيش حد معاه بيعمل الحاجات اللي انا بعملها دي ويبقى له نفسي. يعني انت بتخاف من صلاح من ذكائي يخني. بخاف ان او ان انا معتقد اكون معتقد ان انا ذكي فذكائي يخني. سؤال كليشيه قوي يعني. شايف نفسك فين كمان 5 سنين بصدق؟ في ناسداك. شايف ان انت تقدر تخش الكومبيتيتورز؟ انا هبقى في البورصه ان شاء الله، وهبقى ان شاء الله يعني ان شاء الله وهيبقى عندي ان شاء الله. انا واثق ان في حاجه هتبقى يونيكورن، وواثق ان انا هيبقى عندي حاجات من اللي انا بقدمها هتبقى حاجه وورلد وايد يعني، هتبقى خدمه وورلد وايد حرفيا. واثق ان الخدمات دي هتتصدر، وعارف ان انا هيبقى عندي فروع ان شاء الله في الوطن العربي كله. انا كل ده انا شايفه. احنا لسه على وعدنا عامه يعني. مش ناسيه. انت مستعد ان انت تدخل الكومبيتيشن دي؟ انا جاهز لها يعني. اصل خلي بالك اصل الكومبيتيشن ديت عايزك تكون جاهز نفسيا وذهنيا. هل صلاح قادر على الكومبيتيشن دي؟ بامر الله. خلي بالك الناس اللي ممكن تتفرج على الموضوع دوت يقول لك يا عم ده صلاح ده راجل يعني اهبل، بيقول ايه يا عم؟ عادي ايه يا عم وكلام فارغ ايه يا عم؟ انت شايف نفسك مين يعني؟ انت راجل كروي يعني من المرفات هتيجي تقرفنا وبتاع. خلي بالك في كده فلاح من المنصوره يقرف. لا يعني اقصد ان اكيد انت بتسمع الكلام ده. الهيترز او مش الهيترز عامه، الناس اللي هي بتقلل من قيمه الحاجه اللي انت بتعملها. موجوده سكرين شوت معايا الفكره دي. انت حاططها على جنب علشان عين الحاجات دي عشان لما تيجي تعمل حاجه لا بفكر نفسي بيها بس. يعني كل ما
والاقي نفسي تعبان بتقع وبتاع وكده او نفسيا يعني مجهد وعايز بقى اوقف وبتاع، بفتكر ان في ناس كتيره محتاجه ان احرق دمها. انت شايف ان هي اكبر محفز لصلاح سليم ايه؟ لا اكبر محفز ليا بصدق وبما يرضي الله وما كلام دبلوماسي، ان انا مربوط بدايره رزق كبيره، وان حواليا ناس انا سبب بامر من ربنا، يعني ان انا موفر لهم وظائف جميله، رواتب كويسه، مشاريع محترمه بيتطوروا معايا، وناس بتدعي لي. فاتح بيوت، فكره ان انا فاتح بيوت دي وفي تاثير على الارض، والناس بتاخد خدمات محترمه كعملاء حتى، وعامل تاثير حلو في الناحيتين، سواء تيم شغال معايا او سواء بقدم خدمات محترمه بتفرق مع الناس فعلا. فدي جميله، التاثير اللي انا عامله ده اللي انا شايفه هو ده الموتيف بالنسبه لي، فببقى عايزه يكبر. انما الموضوع مش فلوس. انت الامباثي العاطفه عندك عاليه جدا يا صلاح. شايف انك عايز تساعد ده وتعمل ده وتكبر ده والفلوس بتحصل في الجنب، مش فارقه معاك. لا هي كانت فارقه معايا لحد الزون اللي قبل ما اعمل فيها سيركل والكلام ده كله. يعني اصل في ناس فاكره ان الاكس 5 واللايف ستايل اللي هم شايفينه ده من اللي انا فيه ده. لا ده اصلا بتاعي، ده حاجه عشان انا عارفك من قبل كده. لا هو صلاح كان عنده اللي قبل كده اصلا كمان عادي. يعني دي حياتي اصلا. مش هدعي ان انا قصه بتاعت واحد بدا من تحت الارض وما كنتش لاقي بعمل. لا انا عادي يعني، مش هبقى غفور البرع. لا خالص. انا زي الفل، الدنيا كانت تمام. بس انا كنت بادئ من هنقول يا سيدي من الدور العاشر، بس انا ما رضيتش بالدور العاشر وعايز اوصل لل1000. شايف ان ان الدور العاشر ده كان ادفانتج، يعني كان ميزه لصلاح؟ ادفانتج؟ لا ما ادانيش ميزه لسبب ما وظفتوش. يعني مجتمع كمال اجسام والرياضه ماليش واسطه فيه. ومجتمع كمال اجسام والرياضه القبول بتاعي فيه ما كانش حد فارق معاه غير المعلومه اللي بقدمها. فكره الاونلاين بيزنس اللي انا عملته وقت ما عملتها هو نجح علشان انا قدمت معلومه تمام وطرحت خدمه ما كانش ليها شبيه وقتها، حلت مشكلة عند الناس. فأنا قدمت حل، المشكلة كانت موجودة، فأنت بتطور من الحل ده دلوقتي. فأنا عمال بطور في الحل ده. فمالوش علاقة، هو ممكن يكون بقى فرق معايا في حتة ان انا يعني ما كنت بروح الاقي بيت انام فيه. انت فاهم ازاي؟ ما هو فرق معايا في ده. الثلاجة فيها الثلاجة فيها اكل بتاع العربية بتاعتي كنت بروح بيها الجيم بتاع. انما هو فرق معايا كإنسان. انما الناس برضو عشان تفهم يعني فرق معايا طبعا كإنسان، ان انا حد متربي، ابويا رباني كويس، طلعت شخص محترم، بيت مستقر، عندي قيم، عندي مبادئ، بيت مستقر، صاحب رامي ياسين. فطبعا في حاجات كتير حته فكره ان الواحد برضو الحمد لله شبعان. فحته المبادئ اللي جوه الواحد دي ما هي موجوده أكيد. ففرقت معايا في ان كان الدوافع عندي وانا بعمل الحاجه حد مستقر نفسيا، حد سوي تعرف تتعامل معاه. فما ادانيش ميزه في المجال، بس طبعا ميزه ليا انا ان انا كنت حد كويس. اكيد طبعا اكيد. انما في المجال لا مفيش. نفسيا كان اداك ميزه في نفسيه، بس ما اداكش ميزه على المستوى العملي. اللي هو وبعدين برضو الموضوع مش كبير. يعني احنا عندنا محل عطاره عادي يعني. زي سوبر واحد بابا عنده سوبر ماركت. أيوة. وقاعد في بيته يعني. بس لما ما كانش نجيب يعني ابويا مش نجيب سويرس مثلا، فاهم؟ ما عندوش مجموعه مثلا تجاريه او براند كبير. لا وعادي انا تعليم حكومي عادي، ما كنتش في مدارس لغات وجامعه حكوميه عادي وبتاع. حتى عربيتي ما كنتش راكب مثلا لامبورجيني مثلا. يعني عادي كانت لا بصراحه كانت بي ام. بس اقصد يعني ايه، شاب مرتاح عادي. في مني كتير وما عملش اي حاجه. وفي مني كتير مع اضعاف اللي عندي من اسر هنا في المنصوره ومش عارف يستغل ده كله. لا ومقضيها بقى لفه الفيب معاه ومفايم العربيه وعمال بقى يكلكس للي معديه من جنبه وياخد دي ويسهر هنا ويشرب هنا ويروح هنا ويروح هنا. فانا ما عملتش ده. انت فاهم ازاي؟ انا خدت اتجاه تاني. والاسئله اللي كانت شغلاني كانت اسئله تانية غير اللي شغله الناس بس. طب انا عايز اسالك سؤال تاني. لو صلاح ما كانش في الحاج ابراهيم عنده المحل بتاعه، هل كنت هتاخد التجربه اللي انت فيها دلوقتي؟ وهل كنت هتنقل التجربه دي القاهره؟ يعني كنت هتاخد بعضك وتطلع على العاصمه بقى تفتح الاندستريز بتاعتك هناك؟ لو والدي ما كانش عنده شغل بتاعه بزنس فاميلي وبتاع، انا ما اظنش كنت دخلت الحوارات دي كلها. لا كنت هسافر. كنتش هتبقى مستقر؟ لا. سافر بره ولا او كنت هسافر القاهره، بس ما كنتش هبقى موجود هنا. انا عارف يعني، عارف نفسي. كنت هدور في ارض الله يعني. ايوه فاهم. طب انا معلش اخر سؤالين بس عشان ما براحتك خالص.
انت عشان شغال في المجال يعني اقصد ارتباطي باهلي هو اللي معادني، هو اللي معادك هنا، مش فاهم ازاي؟ لان بقى لو ابويا ما كانش عنده المحل ده كنت خدته معايا، ايوه مش هسيبهم برضو. ايوه فاهم. انت يعني بتحب انتوا قاعدين في أنا... بيت عيله حوار الربط الاسري ده. رمضان ده لما نتلم ونقعد وبتاع ومراتي تنزل تتغدى عند مامتي والبنات كلهم يبقوا قاعدين بيعملوا الاكل والعيله وبتاع، ونخرج مع بعض ونروح المصيف مع بعض وبتاع، دي حياتي. انا بحب ده. لما جو لوحدنا بقى ونبدا لوحدنا ونروح بلد جديده ونعمل مش عارف ايه وبتاع، ماشي نعملها بس مع بعض مع كلنا بعضينا. طيب عشان انت شغال في الاي تي بروجرامنج وانت عندك كود بيز وبتاع، شايف ان الذكاء الاصطناعي مضر ولا مفيد؟ وجهة نظري بالنسبه لنا احنا مفيد. بالنسبه لشغلك؟ لشغل انا مفيد. معرفش الناس ممكن تبقى شايفاه ازاي، بس بالنسبه لشغل انا عبقري. هل انت شايف ان هو ممكن يأثر على العمالة بعدين؟ هيبقى مؤثر على العمالة؟ لا، الناس هيخلي الناس ما تعملش حاجات كتير وتشوف حاجات تانية تعملها. بس انا شايف من وجهة نظري ان هو هيسهل حاجات كتير جدا عن الناس طبعا. بس خلي بالك هو هيخلي فيه وظائف كتير جدا تنقرض مش تبقى موجودة طبعا. وفي نفس الوقت الناس هتستسهل متعة الشغل في تعبه. فانت النهارده لما تلاقي ان الروبوت بيعمل لك كل حاجه والذكاء الاصطناعي بيعمل لك كل حاجه، حتى الدراسه، حتى الريسيرش، حتى الابحاث اللي الناس بتعملها، الدكتوراه، رساله الماجستير، الكلام ده كله، انت هتدخل دلوقتي تسال شات جي بي تي هيديك كل اجابه. فشايف ان المتعه بتاعه الدراسه والبحث والريسيرش ومتعه الشغل هتبقى لسه موجوده؟ انا شايف انها تولز هتساعد على الناس انها تروح لنقط ابعد بس. انما فكره ان انا تكون دماغي حافظه كل حاجه ومسجله كل حاجه، هي مش هتبقى حافظه كل حاجه، بس انا بتكلم على انت النهارده عشان تدور على معلومه هتجيب كتاب واثنين وثلاثه وتقرا هنا وتقرا هنا وتقرا هنا. دلوقتي خلاص انت مش مضطر على ده، انت هتدخل تسال السؤال هيجاوب عليك. في نفس الوقت قصه الشغل ذات نفسه متعته وتعبه، فالذكاء الاصطناعي هيضيلك على الحته. طب ما نعمل حاجه تانية، نروح نتمرن، نلعب رياضه، نستجم. انت تقصد ان الذكاء الاصطناعي خليه يشتغل في شغله خليه يعمل حاجه واحنا نشوف حاجات تانية. نشوف حاجات. انا متفائل بطبيعه شخصيتي، زي ما بقول لك انا متفائل زياده عن اللزوم. فانا بالنسبه لي الاي اي والكلام ده كله انا شايف ان هو هيسهل على الناس 80% من الشغل، فاهم؟ 100% من كل الشغل المتاح. طب تعالوا نشتغل حاجه جديده. فهمت دماغي؟ ايوه فاهمك. زي فكره برضو انا كنت بشوف صوره بتاعت الدرون بيقارنوها بواحد جوه طياره هليكوبتر وماسك كاميرا. فبيقول لك خلال 10 سنين الراجل ده فقد وظيفته. انت فاهم ازاي؟ كان صوره منتشره قوي. فانت كمان خلال 10 سنين لو ما طورتش من نفسك وظيفتك هتفقد وظيفتك. انت فاهم قصدي؟ طبيعي. فانا مش شايف الاي اي عدو، انا شايفه عدو لعدم التطور، للكسل. انك انت تقف مكانك. خلاص. وانت شوف انت حطيت الاي اي في الفريم بتاع اقصى حاجه انت قدرت تعملها ومديله مساحه ان هو يجري معاك شويه، حاول تعديه. لكن في الاول وفي الاخر انت اللي عامله. بالظبط. انا متفائل يعني، فاهم؟ انما السيناريوهات بتاعت ترمينيتور والكلام ده كله انا عارف انها يعني بتاثر على الناس بشكل ورده. انت فاهم؟ بس خلينا نبقى متفائلين. ايوه فاهم. طيب وانت بقى عشان اخر سؤال نختم بيه عشان الراجل ده عايز يروح. انت النهارده اصلا هتتم ال 35 في 9 الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. راضي عن تجربه صلاح سليم في ال 35 سنه اللي فاتت ديت؟ جدا. بكام في المية؟ يعني تديله كام من 10؟ بص اقول لك على حاجه، انا بحب يعني بحب وبكره يعني، بس بكره طبعا الحاجات الغلط اللي عملتها، بتضايقني جدا لما بفتكرها. لكن زي ما قلت لك انا متفائل يعني، فاهم ازاي؟ عندي يقين ان كل اللي مريت بيه هو اللي طلع النسخه الجميله اللي انا عليها دلوقتي، اللي انا بحبها. انا بحب نسختي من نفسي دلوقتي، فاهم ازاي؟ حتى تلاقي دايما الشعار بتاع اس اس تي اكتشف احسن نسخه من نفسك. صح، ده حقيقي. انا بحب النسخه اللي انا فيها دي، لان النسخه دي هي حصاد تجارب سلبيه كتير، حصاد اخطاء كتير، حصاد افكار كنت انا متبنيها ومعتقد ان هي الصح المطلق، واكتشفت مع الوقت عدم جدوى الافكار دي. فقدرت الحمد لله ان انا اعمل ابديت لكل السوفت وير بتاع دماغي ده خلال السنين اللي فاتت. فانا شايف ان التجارب اللي انا خضتها هي سببت حصاد جميل انا عليه دلوقتي. فظني ان انا لو كنت ما مرتش بالكلام ده كله كان الموضوع هيبقى مختلف دلوقتي. بس انت راضي بنسبه كبيره جدا عن تجربه صلاح في ال 35 سنه اللي فاتت؟ بفشل، اسف، بالفشل اللي حصل فيها، بالنجاح اللي حصل فيها، بالوقعات، بكل حاجه. كان نفسي بس يبقى بيدو وعمر يبقوا معايا على طول يعني. بس هذا اللي فارق معاك انت كصلاح جدا. دي البريك بوينت بتاعتي. يعني دي اكتر حاجه مؤلمه بالنسبه لي يعني. الموضوع انا عيط. اخدك في حضني. الموضوع مش متخيل. بس مش التجربه ككل يعني، انت فرق لك بيدو وعمر بس. بيدو وعمر كان نفسي يعني، كان نفسي ابقى اساسي، جزء من ذكرياتهم يعني. انا بيبقى في نص الاسبوع الموضوع بالنسبه لي انت مش متخيل، عايز اعرف هو بيعمل ايه دلوقتي.
يعني عايز اعرف. هنفرض ان بيدو وعمر عندهم 25 سنه دلوقتي، وده هنختم بيه اللي انا كنت بقوله لك. وانت عايز توجه ليهم رساله وهم عندهم 25 سنه، وهم هيشوفوا الفيديو ده وهم عندهم 25 سنه. ربنا اللي عالم، يعني بعيدا عن اي حاجه، انا ما فيش حاجه بخلت بيها ان انا ما سواء تفكير او مجهود او اكتر من كده، ان انا نفسي ان انتوا لما تكبروا تبقوا شخصيات سويه وشخصيات جميله. ونفسي ان انا اعلمكم كل حاجه حلوه اتعلمتها، وجزء كبير من اللي انا بعمله دلوقتي عشان اديلكم 1000 سبب وسبب ان انتوا تبقوا فخورين ببابا لما تكبروا. هم عندهم 25 سنه دلوقتي. ده انت بتكلمهم في الوقت الحالي. هم خلاص دلوقتي اتخرجوا من الجامعه وبيشتغلوا، هيشوفوا الفيديو اللي انت هتقوله دلوقتي. ما انا بقول ما انا هقول لهم كده يعني. هتقول لهم كده ان انت حابب اتكلم عن المرحله دي. يعني هم مش متخيلين ان مفيش حاجه انا ما دخلت بيها. مش قصه فلوس، قصه حتى مجهود نفسي. مجهود نفسي. هم انت مش حاولت متخيلين. بقدر الامكان انك تعمل كل حاجه في امكانياتك كصلاح. خلي بالك، عشان هو ممكن يكون شايف من وجهه نظره ان انت لا كنت المفروض تعمل اكتر من كده. بس خلي بالك، انت لما بتوصل لمرحله ادراك معين ونضج معين، لما بتكبر بتعذر اهلك على تصرفات انت كنت شايف ان هي ممكن تكون غلط. بتدرك تقول ان هو لا، هو راجل شخصيته عامله كذا وشخصيته امي كانت عامله. فلا، انا مديله مبرر والف مبرر اللي هو كان فيه. يعني انا والدي مثلا ما كنتش بشوفه. انا ابويا صيدلي، فكان بينزل الشغل الساعه 9 الصبح، يجي الساعه 4 يتغدى ينام، ينزل الصيدليه يجي الساعه 2. فكنت بشوفه نص ساعه بس في اليوم. وكان المصيف ما بيصرفش معانا، يودينا المصيف ويرجع، يجي لنا الخميس، يمشي الجمعه الصبح بعد الصلاه. فدايما كنت بلوم عليه اللي هو انت بتعمل كده ليه؟ ما تخليك معانا، احنا اولى من الشغل، احنا اولى من الشغل. لما كبرت ونضجت، انا ابويا يعني مقدر جدا حجم التعب والمجهود والالم النفسي اللي هو كان فيه علشان يخلينا اسوياء ومستريحين تربويا ومستريحين تعليميا وماديا الى حد ما، في ظل امكانياته وعقليته وتربيته هو. فدايما انت ما بتبقاش مدرك قيمه الحاجه في ساعتها، انت بتبقى مدرك في مرحله بعدين. فاللي انت بتتكلم فيه ده في مرحله صلاح سليم دلوقتي، وفي مرحله مجهود صلاح سليم دلوقتي. ولو انت في ايدك 500,000 حاجه تعملها اكتر من كده، انت مش هتبخل على بابا وعمر اكيد بحاجه زي ومامتهم الله يبارك لها، هي برضو مش بخل عليهم باي حاجه لها علاقه بتربيتهم او بمتابعتهم او تعليمهم. مجتهده جدا معاهم جدا جدا جدا. والموضوع بسيط يعني، قصه الانفصال او الكلام ده كله، هو ناس محترمه بس ما اتفقوش. يعني الموضوع ما فيش فيه حاجه عاديه بتحصل. لكن طبعا المعاناه في الموضوع بقى مش اللي انفصلوا، الاطفال نفسها. ولذلك انا اي حد مقبل على الجواز دلوقتي، انا راجل عندي 36 سنه اهو، مش قصه البارتنر اللي معاك، مش قصه الشخص اللي معاك، لا خالص في الكونكلوجن بتاع الجواز نفسه. ولذلك اوعى تتجوز بدري. ليه؟ لان زي ما انت قلت، متطلباتك في بدايه العشرينات غير متطلباتك في الثلاثينات نهائي. وهتلاقي انت مش مدرك قيمه الحاجه، مش مدرك، ما عندكش النضج الكافي للمسؤوليه ويعني ايه جواز ولذلك نسبه الطلاق عاليه جدا، لان الناس مستعجله وعايزه. ده عند الولد والبنت. ده حقيقي برضه البنت بتبقى. وبقول برضه للبنت ما تتجوزيش بدري، انت مش مضطره تعملي ده، بس ولا عريس يجي بس. ده حقيقي. ولا عريس يجي بس. وفي الظروف اللي احنا فيها تريث لما تكون جاهز نفسيا، دي اهم حاجه، وعقليا انك تشيل مسؤوليه بيت. لان مسؤوليه البيت مش قصه واحده عايشه معاك في البيت او واحد عايش معاك في البيت، مش طلبات وبتجيبها اسره وافراد او اطفال انت بتصدريهم للمجتمع وبتصدرهم للمجتمع، هيكبروا هيبقى مؤثرين بشكل او باخر على المجتمع اللي هم فيه. فتوتالي انت قلت كلمتين حلوين جدا لبيدو وعمر، بامانه مؤثرين جدا. يعني انا اتاثرت بيهم حقيقي. انا عايز اعلمهم برضو. يعني الاهم عندي من ان انا اسيب لهم ملايين او اسيب لهم امبراطوريه يدروها، انا شايف ان انا لو ما سبت لهمش جنيه وعلمتهم انه غير ان هم بقوا يبقوا شخصيات سويه مش مؤذيه، عندهم فاليو سيستم محترم، ناس عندها مبادئ واخلاق، وفي نفس الوقت يتعلموا قيمه النعمه وقيمه الفلوس وبتتعمل ازاي، وقيمه الفقد. وقيمه الفقد برضو. يعني انا بتكلم كبزنس. الاهم عندي من ان اسيب لهم ملايين، اعلمهم بيتعمل ازاي. ده حقيقي. ويروحوا بقى انتوا علمنا الصيد، ما تدينيش سمك. ده جنب الاخلاق طبعا والقيم والمبادئ، وان هم يبقوا شخصيات سويه ويكون ناس يعني متزنين نفسيا حلوة ودينيا وكده. عيال جميله، اللي هو شخص تعرف بني ادم تعرف تتكلم معاه، يعني فاهم ازاي. ودي محتاجه مجهود مرعب. طبيعي. مجهود مرعب. ده حقيقي. عشان تعمل المحصله دي
من انت تقعد تعليم. تتناقش مع طفل، تقعد تتكلم معاه طول الوقت وتعرفه الصح من الغلط. الطفل دايما عنده الفضول والاكتشاف والكلام ده كله، فتقعد تتكلم معاه، مش تعنفه، مش ان انت تدخل معاه في صدام، لا تتكلم معاه وتناقشه. وخلي بالك الاطفال الايام دي بسبب التكنولوجيا البشعه اللي بقى احنا فينا، بقى هو مطلع اكتر منك بكتير. يعني هو ممكن يقول لك على حاجه انت ما بتعرفهاش بالظبط. فده بيتطلب معاك منك برضو مجهود جبار عشان تعرفه الصح من الغلط وتوعيه وتنميه والكلام ده كله. انا نصيحتي للابهات اللي عندهم ظروف زي ظروفي، حاول تتبع نظريه الوجود الفعال. الوجود الفعال، ان انت لو هتشوفهم مره في الاسبوع، حاول ان انت من اول دقيقه لاخر دقيقه تكون مركز معاهم جدا. تحاول تبني معاهم ذكريات على قد ما تقدر. حاول ان انت تتكلم معاهم على قد ما تقدر. تابع، حاول تسأل ايه تفاصيل الاسبوع كله. حاول ان انت برضو توزن ما بين الدور انك انت اب بيوفر وبيصرف وبيعمل، لان انت لو بتصرف عليهم كويس وبتجيب لهم كل حاجه كويس، ده غير كافي. لازم وجودك الفعال برضو كأب وكتربية. أنا ما بسيبش بيدو أو عمر يعمل أي حاجة قدامي في اليوم ده غير لازم أعلق عليها وبالكلام، وأقعد أحكي وأتناقش معاه ويقول لي وأقول له. الموضوع بيبقى مجهد جدا، لكن إلى حد ما فعال. وهو طبعا ده استغلال المتاح، وطبعا ده ملوش اي علاقه بان هم لو اكيد انت في وسطهم وقاعد معاهم هيبقى الموضوع مختلف اكيد. الموضوع طبعا انت بتحاول تعوض كل الاسبوع كله فيهم. الموضوع مجهود الوجود الفعال طبيعي. ده حقيقي. حقيقي. والموضوع مش مصاريف بس، ده اكيد طبعا نفسي قبل ما يكون مادي يعني. مش عايز تسالني حاجه قبل ما نختم؟ بتحبني قوي ولا عادي؟ عادي. شكرا يا رامي على حبيبي يا صلاح. القويه دي يعني. مبسوط من طبعا من تغيير يا عم، الموضوع. واي حد يقعد معاكم يا باشا مبسوط. حبيبي يا صلاح، عجبنا ان احنا عملنا الروتيشن ده. يعني اتناقشنا في حاجات حلوه والله. انت مبسوط جدا جدا بجد جدا والله العظيم. جدا جدا جدا. انت مش عايز تسال سؤال قبل ما نقفل؟ لا والله انا اهم حاجه اقفل انت بقى الحلقه. انت مش عايز تسال سؤال؟ مش عايز تسال اي سؤال؟ لا انا كده تمام. انت مرضي؟ انا كده مرضي. مش عايز اي حاجه. يا جماعه ده كان حلقه جديده من البودكاست بتاع صلاح سليم. انا مبسوط جدا ان انا كنت مع صلاح النهارده على الجانب الانساني والعملي، لان صلاح صاحبي من زمان، وبغض النظر عن كده اكيد صلاح شخصيه الواحد يحب يقعد معاه ويتكلم معاه ويستفيد من تجربته. فانا مبسوط جدا بالحلقه اللي انا قعدت معاها بيها النهارده مع صلاح، واتمنى ان هو يكون مبسوط زيي، واستنوا حد اجمد مني يتقل تالت ورابع بكتير يجي يقعد مكاني. صعب هو صعب بس هحاول يعني. هحاول نشوف بقى اي حد، يعني نشوف ذا روك بقى، كريستيانو رونالدو، اي حد من الناس دي. حبيبي يا صلاح، ربنا يوفقك. حبيبي يا صلاح.